حكايتنا النهاردة عن 5 أشخاص واللي كسبوا مسابقة وراحوا للجزيرة. الجزيرة دي بتحقق لهم كل أحلامهم، لدرجة إنها بترجع الناس اللي ماتوا من تاني. بس في الآخر ده بيتحول لأسوأ كوابيس هيشوفوها في حياتهم. فتعالوا بقى ندخل في الحكاية على طول ونعرف إيه القصة بالظبط. بس ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم الفيديوهات الجديدة على طول. ويلا نبدأ حكايتنا، واللي بتبدأ مع بنت اسمها ماديسون، وبنشوفها مرعوبة كده وبتجري في الغابة لأن في ناس بيطاردوها وعايزين يخلصوا عليها هي. وبتفضل تجري لحد ما بتشوف بيت كبير كده ومنور، فبتدخل وتلاقي تليفون هناك. فبتكلم فورا الشرطة وبتقول لهم إنها في الجزيرة، واحد عايز يخلص عليها. فبيقول لها ما تقلقيش يا ماديسون. فبتستغرب جدا إنه قال اسمها، وبيظهر بعد كده ناس ملثمين وبيمسكوها عشان يخلصوا عليها. والمشهد بينتقل بقى مع جوليا، واللي بتكون واقفة على البحر كده وبتشوف فجأة طيارة. فبتجري فورا لمستر روك وبتكون فرحانة جدا، وبتعرفوا إن المتسابقين خلاص وصلوا. فبيقول لها إنها تروح تستقبلهم، وبتروح فعلا تستقبلهم. وبيكونوا 5 أشخاص، ومستر روك ده كان عامل مسابقة ودول اللي فازوا فيها. وقال لهم في المسابقة إنهم هيجوا على الجزيرة هنا وهيحقق لهم كل أحلامهم. وفي اللحظة دي بنشوف شخص غريب كده، عجوز، عمال يراقبهم. وبعد كده كل المتسابقين بيروحوا للأوض بتاعتهم. وأثناء ده بنشوف واحد اسمه باتريك بيدي، العامل بقشيش. فبيقول له خليه لك، احنا جايين نحقق لكم أحلامكم، مش تدونا فلوس. وبنشوف بعد كده المتسابقين في أوضهم مستر روك، وبيقول لهم كل اللي بتحلموا بيه في خيالكم هيتحقق النهارده، وجهزوا بقى عشان اللي جاي مجاز زيه. وبياخدهم بعد كده وبيوريهم حفلة معمولة مخصوص ليهم، وكلهم بيفرحوا جدا وبيبدأوا يرقصوا وبيغنوا ويستمتعوا بوقتهم على الآخر. وفي واحد صيني من المتسابقين بيكون قاعد، وفجأة بيشوف نفس الشخص المشوه اللي البنت شافته من شوية، فيجري وراه. ولما الليلة دي تخلص بيرجعوا أوضهم وكلهم بيناموا. وتاني يوم بنشوف مستر روك وهو بيجيب أليسون، وبيعرف إن كل المتسابقين عارفين خيالهم، بس خيالها هي كان غريب شوية ومش مفهوم. هي كاتبة إن خيالها السعادة وإنت ما بتتقابل خالص، وكتبت كده لأنها ضيعت فرصة في حياتها. الفرصة دي كانت هتغير حياتها كلها، بس ما مشيتش زي ما هي كانت عايزة. وهي ندمت على اللحظة دي ونفسها الزمن يرجع عشان تصلح الموقف. أنا هعمل لك كل اللي انت عايزاه. وبيوريها باب كده وبيقول لها تدخل منه، وهو هيحقق لها كل أحلامها. فبتدخل بعد كده وبتلاقي نفس المكان اللي حبيبها كان هيتقدم لها فيه من 5 سنين. والبنت بتستغرب أول ما بتشوف كل التفاصيل دي، وفجأة بيظهر حبيبها. فبتستغرب ومش فاهمة. ويجي بعد كده حبيبها ويشكر روك وياخد البنت، وهي مستغربة إن روك عمل كل ده عشان يحقق أحلامها. وبتفضل تعتذر لحبيبها إنها جابته على الجزيرة هنا. فبيقول لها جزيرة إيه؟ أنا مش فاهم أنت بتقولي إيه أصلا. فتقول له إحنا بقالنا 5 سنين سايبين بعض، وروك هو اللي جابك هنا وعمل التفاصيل دي عشان يحقق لي حلمي ويديني فرصة تانية. فيقول لها إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ إحنا كنا لسه مع بعض امبارح. والبنت ما بتفهمش، هي رجعت بالزمن 5 سنين ولا إيه؟ وبتروح لروك وتقول له أنا مش فاهمة اللي بيحصل ده، ده مش منطقي. فيقول لها دي فرصتك واستغليها وحققي اللي انت عايزاه. ويقفل الباب ويمشي. وبنشوف بعد كده ميلاني واللي بتكون قاعدة لوحدها وزهقانة، فيجي لها روك ويفضلوا يتكلموا ويتعرفوا على بعض شوية. وهي تفضل تسأله عن اللي بيحلم بيه، فيقول لها إنه كان بيحلم يدخل الجيش زي والده، بس والدته رفضت لأن والده مات في مهمة وهي كانت خايفة عليه. وبسبب كده دخل الشرطة وبقى ضابط شرطة، وجاي هنا عشان يحقق حلمه. ويفضل يسألها عن حلمها هي كمان. فتقول له
إنها وهي صغيرة كانت في بنت بتتنمر عليها دايمًا، وهزت ثقتها في نفسها، وعشان كده راحت لطبيب نفسي تتعالج، ونفسها تنتقم من البنت دي بأي طريقة. بس أثناء ما بيتكلموا يجي روك ويقول لميلاني جهزي نفسك لأن الدور عليك وتحققي حلمك، وبيشرح لها مكان كده. ولما تروحوا وتدوس على زر معين بتنزل لمكان تحت الأرض، وبتلاقي قدامها أوضة غريبة وأجهزة ومش فاهمة إيه اللي بيحصل، فبتشغل كاميرا التليفون بتاعها عشان تصور كل حاجة، وبتدخل للجهاز وبتضغط عليه، وفجأة بيظهر لها البنت اللي كانت بتتنمر عليها وهي صغيرة، واللي بتكون محبوسة ومتكبلة، والبنت مش فاهمة هي حقيقية ولا لأ. فتمسك الورقة وتشوف تعليمات الجهاز وتشغله، وتبدأ تكهربها وتنزل عليها مية، وتطلع كل اللي كانت عملته فيها وهي صغيرة، وبتكون مبسوطة ومستمتعة باللي بيحصل. أما باتريك فمستر روك ياخده بالعربية ويدخلوا الغابة، ويقول له جهز يا بطل، حلمك هيتحقق دلوقتي. باتريك ينزل ويلبس معدات الجيش، وفجأة يظهر العجوز اللي كان بيراقبهم من الأول، ويقول له يجري وينقذ حياته لأن المكان ده مش زي ما هو فاكر. لكن في نفس اللحظة يظهر جنود مسلحين، العجوز يجري ويختفي، وباتريك يسلم نفسه للجنود، ولما يسألوه مين يقول لهم إنه باتريك زميلهم في الجيش، فيردوا عات عليه إن مفيش غيرهم على الجزيرة. باتريك يضحك ويفتكرهم ممثلين تبع روك، لكن لما يقابلوا القائد يتصدم لما يلاقيه أبوه اللي مات. باتريك يعصب ويقول ده ممثل شبهه، لحد ما أبوه يمسك الشارة بتاعته فيعرف إنها حقيقية، وفجأة عصابة مسلحة تهجم عليهم ويبدأ ضرب نار، وباتريك يتصاب في كتفه ويفهم إن ده كله حقيقي. في نفس الوقت ميلاني لسه مكملة تعذيبها، وتضغط زرار يطلع فيديو لماديسون وهي بتخون جوزها، وتقدر تدخل على حساباتها وتنشر الفيديو، وتضغط زر تاني وتشوف جوز ماديسون وهو بيتفرج على الفيديو، وماديسون تنهار. تشوف فيديو تاني وتفهم إن روك خطفها بجد، وإن ده مش مجرد خيال. في اللحظة دي نرجع لديسون اللي عايشة حلمها مع حبيبها، بيتقدم لها للجواز وتوافق وتكون فرحانة، يروحوا بيتهم ويناموا، لكنها تصحى مفزوعة على إيد محروقة بتلمسها، تلاقي مفيش حاجة، وحبيبها يهديها. الصيني وصاحبه يدخلوا أوضة أحلامهم، يلاقوا أسلحة ومعدات تقيلة، يفرحوا ويطلعوا يجربوا القذائف في البحر. ميلاني تحاول تكلم مستر روك توقف اللي بيحصل، لكنه ما بيردش. ماديسون تبص في المراية ومتشوفش ميلاني، وفجأة يظهر الدكتور النفسي اللي كانت ميلاني بتتعالج عنده بقه متخيط، وده كان من أحلامها. يحاول يعذب ماديسون وميلاني تمنعه، تشغل المياه والكهرباء، تكسره، وتدخل تنقذ ماديسون وتقول لها إنهم الاتنين مخطوفين ولازم يهربوا. يطلعوا الغابة، لكن الدكتور يرجع يمسك ماديسون، والعجوز يظهر ويقتله ويقول لهم يمشوا معاه. الصيني وصاحبه العصابة تهجم عليهم، يكلموا روك يقول لهم لازم يكملوا خيالهم. باتريك يفوق ويمشي لحد ما يقابل أبوه ويوريه صورة ليهم، ويقول له دي صورتي مع ابني، فيعترف له إنه ابنه، ويحكي له عن الجزيرة وعن مهمته اللي مات فيها سنة 29. الأب يتأثر بس مش مصدق. إديسون ترجع لمستر روك يقول لها إنها بقالها 5 سنين متجوزة وخلفت بنت زي ما كانت بتتخيل، لكنها تقول له إنها مش مستحقة الحياة دي، وتطلب تغير حلمها. يرفض. تروح لجوليا تطلب مساعدتها. الصيني وصاحبه العصابة تمسكهم وتسألهم عن الفلوس والمخدرات. ميلاني وماديسون يوصلوا كهف فيه بلورة بتوريهم خيالهم، ويعرفوا إن العجوز تبع الحكومة وجاي يتأكد من حقيقة الجزيرة، وإنه شاف بنته الميتة لكنها اتحولت لزومبي. إديسون تدخل ذكرى تانية، تحاول تنقذ جارها جوني اللي اتحرق،
وتشوف الصيني وباتريك لكنهم مش فاكرينها. الصيني يهرب من العصابة ويمسك سلاح، العجوز والدكتور يقعوا من الجبل ويموتوا، باتريك وأبوه والجنود يدخلوا الفندق ينقذوا صاحب الصيني، لكن العصابة تموت وتقوم تاني. أبو باتريك يضحي بنفسه ويموت ويهرب باتريك. ميلاني وماديسون يرجعوا الفندق، تكلم جوزها وتعتذر له وتعترف بكل حاجة. إديسون تقابل جوليا، وميلاني تكتشف إن كلهم سبب في موت جوني. نعرف إن اللي بيحصل كله انتقام لجوني، وإن روك عايز يرجع مراته للحياة. يسمعوا صوت الطيارة، روك يهرب والعصابة تهجم. ميلاني تقترح يفجروا مصدر المياه في الكهف. يدخلوا الكهف، كل واحد يواجه خياله. باتريك يشوف أبوه بعين سوداء، إديسون تشوف بنتها بتقتل أبوها، ويظهر جوني الحقيقي. في الآخر ميلاني تعترف إن ده خيالها وإنها بتنتقم. ياخدوا القنبلة، وماديسون تشرب من المية، وباتريك يضحي بنفسه ويموت بطل زي أبوه. يفوقوا كلهم في اللوج، الأحلام انتهت. الصيني يقرر يضحي ويعيش في الجزيرة عشان يرجع أخوه للحياة، ويرجع أخوه فعلا، والطيارة تقلع. ودي كانت نهاية حكايتنا. أشوفكم في الفيديو الجاي.